السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك وانا منجا ابو شيكا الزملكاوي. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي، ولو عجبتكم الفقرة ادعموا مجهودنا. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. الزمالك بدأ أمس الأربعاء الاستعداد للموسم الجديد. مصدر بالزمالك صفقة محمود بنتيك لم تتعثر كما أشيع. تم اجتياز الكشف الطبي للاعب بعد أن خضع لكافة الفحوصات الطبية والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، وسيتم إبرام التعاقد معه بشكل طبيعي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقده، وسينضم لمعسكر الزمالك المقرر له الجمعة المقبلة بشكل طبيعي. تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره خلاله باستدعاء 4 لاعبين لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 خلال الفترة المقبلة. وجاءت قائمة اللاعبين التي تم اختيارها كالتالي: أحمد مجدي مدافع، محمد السيد وسط ملعب، أنس وائل جناح هجومي، محمد إبراهيم ظهير أيمن. من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الشرطة العراقي والشعلة والأنصار السعوديان في إطار الاستعداد للموسم الجديد، ويلتقي بالشرطة العراقي يوم 31 أغسطس على أن يواجه الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر القادم، ويواجه الأنصار السعودي يوم 7 سبتمبر المقبل. من المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 14 سبتمبر المقبل الساعة 3 عصرا في كينيا، بينما تكون مباراة العودة يوم 20 سبتمبر الساعة 9 مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي. وائل أباني جوميز مدرب كبير ويستحق قيادة الزمالك. لما الأساسيين لعبوا الجميع أشاد بالأداء والنتائج كانت جيدة، وأخذ إفريقيا وأخذ الكونفدرالية بعد مباراة المصري وانسحاب الزمالك من مباراة الأهلي وحصل دروب. المصريين بيشتغلوا بالعاطفة إنما هو أجنبي لأ، وأنا بأيد ما فعله جوميز. الجماهير زعلانة وبيقولوا لازم يقدروا تيشيرت الزمالك، لكن هو أخذ إفريقيا والدوري أصبح مركز ثالث في الدوري، يبقى الأفضل اللي عمله. الأفضل أعمل واشتغل للموسم الجديد. جوميز كان بيشوف ولازم يشوف القماشة اللي معاه، وده الوقت المناسب لتجربتها والحكم عليهم. لو لعبت بالأساسيين أرهقتهم ومش هتضمن مركز تاني، وأنا موافقه لأن ده لمصلحة الزمالك. ده اللي بيودي النادي في داهية، إن الناس شغالة بالقطعة وبتقول اللي الجمهور عاوز يسمعه، مش اللي في مصلحة الزمالك. مشكلة النادي على مدار السنين إنه بيشتغل بالقطعة، وجملة إن جوميز عرى قطاع الناشئين دي غلط. لا، قطاع الناشئين في الزمالك أصلا خربان، وبدل ما تزعلوا مني صححوا من وضعكم وحطوا صوابعكم في عيني وانجح. وأنا ما بروحش النادي علشان أشتغل وما بعملش زي الناس، اروح النادي علشان اطلب شغل. انا من 2007 بعد اعتزالي دخلت النادي 17 مرة للعب مباريات خماسي، ودخلت اللجنة الفنية اسبوع ومشيت لان ماليش دور، او الادوار كانت مترتبة غلط، وده من سنتين 3. وائل أباني ردا على سؤال ما رأيك في احتواء الإدارة وبقاء زيزو، ده احتواء ولا رضا ناس ولا علشان السوشيال ميديا؟ أنا قلت الرموز ما تمشيش من الزمالك للأهلي، والرموز هي اللي بتتربى في النادي، وزيزو ما ترباش في النادي. أي لاعب لازم يتعامل نفس معاملة الرموز لأنه في النادي. زيزو أحسن لاعب في مصر، وبنقول الرموز هم اللي اتربوا في النادي من سن 10 سنين لحد الاعتزال. زيزو علم في الزمالك لكن مش متربي في النادي، ولازم يتعامل كابن من ابناء الزمالك، وما اختلفتش على جهوده. وائل أباني زيزو مش هو رمز، هو لاعب جامد جدا. هو انا رمز؟ لا، لاني ما اتربيتش جوه النادي، رغم اني انا عملت وحققت بطولات وقعدت 8 سنين. ايه المشكلة زيزو يمشي؟ لو اعتمدنا على لاعب واحد النادي راح في داهية. ليه نشتغل بالعاطفة؟ ما انت اللي جايب زيزو تقدر تجيب زيه واحسن. الناس قلقانة ان زيزو يروح الاهلي زي امام عاشور. لو الامور المالية هتتحل بدون بيع زيزو يستمر، لو الامور المالية مفيش غير حل بيع زيزو يبيعه. الناس تفتكر بس زيزو كان معاك اخدت دوري؟ لا. أباني الإدارة بترضي الناس دلوقتي. مجالس الإدارات القديمة ودت النادي في داهية. الفترة السابقة أخد كام بطولة؟ 2 دوري وكاس وكونفدرالية، وسابه إزاي؟ أبيض. دي خسارة مش مكسب. أنا اعتزلت من 17 سنة، كان الزمالك معاه 11 دوري، أخد 3 دوري في 17 سنة. هل في تخطيط؟ أنتم بتزعلوا مني علشان أنا عامل خطة تطلعنا لقدام. بن شرقي وساسي لما مشيوا قلت ما ينفعش يمشوا لأن ما كانش فيه أزمة، لكن إحنا عندنا أزمة مالية. لو الأزمة المالية حلها بيع زيزو يتباع، لو الأزمة تتحل بدون بيعه سيبه. زيزو لاعب جامد، ولو أنت بقيت على زيزو وما حلتش امورك الماليه وما جبتش لعيبه تشيل زيزو وما اخدتش دوري، اشرب بقى. ولا لاعب يستحق 50 ولا 40 مليون في مصر. محمد طارق لاعب الزمالك الشاب في مشكله في الدوري ان اللعيبه مش بتريح ومش بتاخد اجازه. اللعيبه كانت محتاجه تريح، لكن في ماتش الجيش كان ممكن ترجع
ترجع الاساسيين لان الجمهور كان محتاج بطوله، لكن اللي حصل في ماتش الجيش حسيت اللعيبه تعبانه وشويه ومفيش خبره، وبدايه الزمالك هتكون ماتش السوبر الافريقي هتتفاجئوا بالزمالك. الزمالك محتاج تدعيمات، محتاج باك ليفت ومدافع وحارس مرمى، وكنت مستني بعد الاولمبياد جوميز يشوفني في التمرين، لكن هو قرر من بره اطلع اعاره واعلى مدافع في مصر الونش، ولكن غايب، فعشان كده محمد عبد المنعم الافضل حاليا. محمد طارق، الناس في الزمالك قالوا لي احنا عاوزين مصلحتك، شوف عاوز ايه نعمله لك. كابتن عبد الواحد السيد قال لي افضل اني اطلع اعاره. جوميز نفس الموضوع، وانا محتاج نادي العب فيه، انا عندي عروض وهفكر كويس المره دي قبل ما اختار، وفي عروض من نادي جماهيري والافضل ليا اني اطلع اعاره. الاعلامي محمد الليثي ميكيلي عنده عروض من قطر والبرازيل وسوريا، وتواصلنا مع كايو زيلر وكيل ميكيلي، وقال ان عقد جلسه مع اتحاد الكره والمناقشات مستمره بشان تجديد تعاقده. زيلر اكد انه لم يعقد اي جلسات مع انديه مصريه، لانه كان في كلام ان الزمالك تفاوض معاه، ولكنه نفى تواصله مع اي نادي في مصر. وكيل ميكيلي قال انه كان في اتحاد الكره لمناقشه العقد الجديد، وميكيلي طلب زياده بقيمه 35 ألف دولار ليصبح راتبه 95 ألف دولار، واتحاد الكره قال له لا، هنزود العقد 10,000 فقط. محمد الليثي محمود ممدوح، الزمالك يرغب في التعاقد معه من الموسم الماضي ويتابعه من وقت لرغبته في التعاقد معه. كان في مفاوضات مباشرة من الزمالك مع نادي حرس الحدود، ولكنه رفض مناقشة أي عروض لمحمود ممدوح، وقالوا لا نية لبيعه حتى اللحظة، لأننا تأهلنا للدوري، وما زالت المحاولات مستمرة من الزمالك في ضم محمود ممدوح حتى بعد رفض حرس الحدود. محمد الليثي حصل جلسة مع أندريا كاريلو لاعب القادسية السعودي للتفاوض لضمه للموسم المقبل، وأوضح أن طلبات كاريلو المالية كبيرة، وهناك فروقات مالية بين ما طلبه اللاعب وما عرضه الزمالك. محمد الليثي، الزمالك رفع إيقاف القيد رسمي، ووصل له خطاب من الفيفا بأحقيته في قيد صفقات. بكرة الزمالك سيعلن عن صفقة المغربي محمود بنتيك الظهير الأيسر، وخضع لكشف طبي دقيق، ونادي سانت إتيان منح بنتيك للزمالك إعارة مجانا مع تحمل راتب اللاعب 300 ألف دولار بنية الشراء. كريم البركاوي لاعب الرائد السعودي توصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد معه لمدة 3 سنين في صفقة انتقال حر. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.